طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وزارة الزراعة تحيي 8 من مارس. مستشفى ورة المرجعي يجري 83 عملية جراحية للقلب للأطفال في العام 2024. جهود لحل مشكلة مياه الشرب بكرن. بكين تتعهد بالرد بحزم إزاء الضغوط التجارية الأمريكية. القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية توقف تدريبات الذخيرة الحية. سبيس إكس تواجه نكسة في انفجار صاروخها العملاق ستارشيب. إلى التفاصيل. أحيت وزارة الزراعة 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة في حفل أقيم في أسمرة يوم الخميس 6 من مارس تحت شعار تحرر المرأة من أجل التنمية. وقال وزير الزراعة سيد الرفاين برهي في المناسبة أن وزارة الزراعة تحتفل ب8 من مارس لأول مرة بهذا المستوى، موضحا بأن شعار تحرر المرأة من أجل التنمية يتماشى مع مهام الوزارة. وذكر أن تحرر كل جوانب المرأة يتطلب تماسكها ووحدتها، مناديا العاملات في الوزارة لتقوية التأطير في الاتحاد الوطني للمرأة. ووضحت مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط السيدة إلسا ولدقابر أن قضية مساواة المرأة الإيرانية عملت بالدم والتضحيات. ودعت منتسبات وزارة الزراعة عامة والشابات خاصة على الاستفادة من الفرص التي توفرها الوزارة لإثبات فعاليتهن ومساهمتهن. وأشارت مسؤولة الاتحاد في وزارة الزراعة هيران يوسف إلى أن روضة الأطفال التي أسستها وزارة الزراعة بمراقبة صحية ومهنية للأطفال تلعب دورا مهما في جعل الأمهات فاعلات في عملهن. وتخلل الاحتفال عروض فنية وفيلم وثائقي ومعرض للمنتجات والابتكارات الزراعية. تم بالمناسبة توزيع الشهادات على النساء اللاتي تلقين تدريبا في القيادة. احتفل الإريتريون المقيمون في كسلا السودانية باليوم العالمي للمرأة 8 من مارس بفعاليات سلطت الضوء على بطولات المرأة الإريترية. وأوضح مسؤول فرع التعليم بالجالية الإريترية في السودان السيد بخرتين هبت ميكيل أن يوم 8 من مارس هو يوم لتجديد التزامنا بتعزيز مشاركة المرأة والحفاظ على الدور المؤثر الذي لعبته المرأة الإريترية الشجاعة في النضال من أجل تحرير البلاد والحفاظ على السيادة الوطنية، مشيرا إلى المرحلة الواعدة بالتركيز على التنمية الوطنية الشاملة. وذكرت رئيسة فرع اتحاد المرأة بكسلا السيدة يردانوس أماري بدورها أنها فخورة برؤية المشاركة المتساوية للمرأة الإريترية خلال النضال من أجل التحرير والحفاظ على السيادة الوطنية. وأبدت منتسبات اتحاد المرأة بولاية كسلا استعدادهن لتلبية كافة النداءات الوطنية. وألقى ممثل اتحاد المرأة السودانية وجمعية الصداقة الإريترية السودانية كلمات دعم في الحفل. وشهد الحفل مواد ثقافية وفنية مختلفة برز فيها أهمية المرأة في المجتمعات وترسيخ الوحدة الوطنية. أفادت مسؤولة قسم الأطفال بمستشفى ورة المرجعية الوطنية البروفيسور سقر قبرهيوت أن المستشفى نجح في إجراء 83 عملية جراحية القلب للأطفال في العام 2024 الماضي. وأوضحت أن نسبة الوفيات الأطفال جراء مشاكل صحية في القلب شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة العمل المنسق واستخدام أخصائيين أجانب إلى البلاد لإجراء عمليات القلب المستعصية للأطفال في 20 عاما الأخيرة، وأنه يتم العمل على توسيع هذه الخدمات الفاعلة. وحثت الآباء والأمهات خاصة والمعلمين في المدارس للملاحظة إلى أوضاع الأطفال الصحي بإجراء المراقبة اللازمة وإبلاغ المعلمين الآباء في حال ملاحظة أي مؤشرات إلى التدهور الصحي، وإسراع أولياء الأمور باستخدام الأطفال إلى أقرب مركز صحي لهم لتلقي الرعاية اللازمة. وأضافت أنه يتم إجراء جراحة القلب للأطفال داخل البلاد منذ العام 2002 بذكر أنه تم إجراء عملية جراحية ناجحة لحوالي 1600 طفل بحلول العام 2024، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمن عانوا من التهابات اللوز من الأطفال التي أعمارهم 5 سنوات
فما فوق. يشارك سكان قرى حشلا ودقلا وحمراء في أنشطة نفير لضمان الحصول على مصادر المياه الشرب. وأفاد المواطنون أنهم ظلوا يشربون مياه غير الصحية منذ عدة سنوات، ويأملون أن يتم حل مشكلتهم بالكامل مع توصيل خط أنابيب المياه من وادي عنسبة إلى قراهم. وأضافوا أنهم يعملون بالفعل على حفر خط أنابيب المياه ومد الأنابيب إلى الخزانات بدعم من قوات الدفاع، مؤكدين أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن. وأوضح رئيس لجنة المياه في القرى السيد واللزقي منتاي أن الأنابيب التي تم مدها يبلغ طولها حوالي 5 كيلومترات، وأن سعة الخزانات تصل إلى 375 برميلا، مضيفا أنه تم أيضا تركيب الطاقة الشمسية للضخ. وأفاد مسؤول فرع المياه في إقليم عنسبة السيد زرعي والسلاسي أن مشروع المياه الذي بدأ العمل فيه بمنتصف العام الماضي اكتمل بنسبة 70%، وأنه يجري العمل لمد خط الأنابيب إلى القرى قريبا، موصيا الأهالي لمواصلة المشاركة المشجعة في أعمال مماثلة مستقبلا. تشير وثائق فرع المياه بإقليم عنسبة أنه من بين 292 قرية في الإقليم أصبحت 200 قرية تستخدم مياه الشرب النظيفة. عقد اجتماع تشاوري بمديرية غردة الذي يهدف لتشجيع المواطنين على العمل بتراخيص تجارية قانونية والحد من الأنشطة التجارية غير القانونية. وتم خلال اللقاء تقديم شرح منفصل عن القوانين الواردة في المذكرة التجارية القانونية رقم 132 للعام 2024 و133 للعام 2024 بشأن الممارسات التجارية غير القانونية وإصدار التراخيص التجارية ومراقبة نظام التسجيل. وذكر مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بالمديرية السيد كسة قبر يوهنس أصحاب المؤسسات التجارية بأن يدركوا أن الأنشطة التجارية غير القانونية لها عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني تتجاوز عدم شرعيتها، وأوضح أنها من أوجه القصور. وأضاف مسؤول مكتب التراخيص على الرغم من قيام المكتب بمبادرات مع شركائه لتصحيح المخالفات، إلا أن بعض أصحاب العمال تعرضوا لعقوبات غير مرغوب فيها بسبب عدم متابعة ومعرفة عملية تجديد وإلقاء التراخيص بشكل صحيح، وحثهم على إجراء المعاملات اللازمة التي تناسب النشاط التجاري الذي يعملون به. وأوصى المشاركون الجهات المعنية على نشر الإعلانات والقوانين الجديدة للوصول إلى مجتمع بشكل عام وأصحاب الأعمال التجارية بشكل خاص، وتعزيز الضوابط والحد من أنشطة التجارة غير المرخصة في الشوارع. تخرج 208 طلاب من بينهم 113 من الإناث من كلية غرطة للطب والعلوم الصحية وكلية التجارة والعلوم الاجتماعية بمختلف الدور المهنية والفنية يوم أمس 6 مارس في أسمرة. وتضمن التدريب الذي استمر ل13 لغة الإشارة وأساسيات اللغة العربية وتقنية الحاسوب وتحرير الصور والإلكترونيات. وأشاد عميد كلية غرطة للطب والعلوم الصحية الدكتور يمان السيوم بفرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بيساو ومؤسسات التعليم العالي بالمبادرة التدريبية للطلاب. وذكر أن الفرع بتنظيم تدريبات مماثلة لأنها بمثابة دفعة إضافية للطلاب. وحث ممثل فرع الاتحاد بالكلية شباب رهالية صفاء المتدربين على تطوير مهاراتهم من خلال التطبيق العملي والممارسة. وأضافت مسؤولة فرع الاتحاد في سوا ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل أن استثمار الاتحاد يكمن في تنمية قدرات الشباب كأحدى أولوياته، وحثت المتدربين على الاستفادة من التدريب على أرض الواقع. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يو جمعة واشنطن بالرد إذا ما واصلت مهاجماتها التجارية عقب فرضها ضرائب إضافية على المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على الواردات الصينية هذا الأسبوع عقب إجراء مماثل الشهر الماضي، وهي تعريفات تؤثر على مئات مليارات الدولارات من التجارة الإجمالية.
وفي مؤتمر صحفي على هامش الدورة البرلمانية السنوية في بكين، حذر وزير الخارجية وانغ يو من أن شرعية الألقاب يمكن أن تسود العالم إذا سعت الدول إلى تحقيق مصالحها الخاصة فقط. واعتبر وزير الخارجية الصيني أن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة حاليا ليست سياسة دولة عظيمة ومسؤولة، مضيفا إذا اختار التعاون يمكن أن يؤدي إلى منفعة متبادلة، ولكن إذا استمر الضغط فإن الصين سترد بحزم. أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجمعة أنها وافقت على وقف تدريبات بالذخيرة الحية مؤقتا بعد أن قصفت مقاتلة كوريا الجنوبية عن طريق الخطأ قرية خلال التدريبات المشتركة بالذخيرة الحية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فإن طائرتين مقاتلتين أطلقتا 8 قنابل خارج ميدان التدريب في بوشان على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال العاصمة سول خلال تدريبات بالذخيرة الحية، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا وتضرر 8 مباني. وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أن الجيشان الأمريكي وكوريا الجنوبية اتفقا على وقف جميع تدريبات بالذخيرة الحية حتى إشعار آخر. وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أيضا تعليق جميع تدريبات بالذخيرة الحية حتى تحدد السلطات السبب الدقيق للتفجير من خلال التحقيق. وقد نأت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بنفسها عن المسؤولية عن القصف بالخطأ، حيث أكدت عدم مشاركة أي طائرة تابعة لقواتها الجوية في تدريبات هذا الأسبوع. فقدت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك الطبقة الثانية من صاروخها العملاق ستار شيب أمس الخميس كما حصل في تجربة سابقة مطلع العام الحالي. وقال المدير التنفيذي للشركة دان هوت: لقد فقدنا الاتصال بالمركبة، مضيفا لسوء الحظ حدث هذا أيضا في المرة الأخيرة، لذا لدينا بعض الخبرة في هذا المجال، موضحا أن الشركة تعمل بالتعاون الوثيق مع سلطات مراقبة الحركة الجوية. وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها علقت بعض عمليات الإقلاع وأبطأت طائرات لفترة وجيزة لتجنب أي اصطدام محتمل بالحطام. وأمرت أيضا سبيس إكس بإجراء تحقيق في هذه الحادثة الجديدة كما فعلت في يناير. وفي المساء أكدت الشركة على منصة إكس أن المركبة تعرضت أثناء صعودها إلى تفكيك سريع غير مخطط له أي انفجار. وخلال رحلة الاختبار الأخيرة في منتصف يناير انفجرت المركبة الفضائية بعد بضع دقائق من الرحلة مطلقة حطاما متوهجا في سماء منطقة البحر الكاريبي، أحدث أضرارا مادية طفيفة في جزر تراكس وكويكس التي تبعد أكثر من 2500 كيلومتر من موقع الإطلاق. عناوين الأخبار مرة أخرى: وزارة الزراعة تحيي 8 من مارس. مستشفى أورة المرجعي يجري 83 عملية جراحية للقلب للأطفال في العام 2024. جهود لحل مشكلة مياه الشرب بكرن. بكين تتعهد بالرد بحزم إزاء الضغوط التجارية الأمريكية. القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية توقف تدريبات الذخيرة الحية بعد حادث. سبيس إكس تواجه نكسة مع انفجار صاروخها العملاق ستار شيب. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.